الأسطورة كريستيانو رونالدو يدعو نجوم العالم القدوم إلى الدوري السعودي للمحترفين. دعا البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي لاعبي نجوم العالم للانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين، مؤكدا أن محبي كرة القدم في مختلف بقاع العالم باتت تتابع الدوري السعودي. وقال كريستيانو رونالدو في تصريحات له بعد فوز فريقه النصر على مستضيفه التعاون 4-1 ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي مساء اليوم السبت: 2023 كان عاما جميلا ومختلفا بالنسبة لي مع فريق النصر ومع منتخب بلدي البرتغال. وأضاف الأسطورة البرتغالية الذي استرجع شبابه في الدوري السعودي بالقول: العالم أجمع يتابع الدوري هنا، وأنصح جميع لاعبي العالم بالانضمام إلى الدوري السعودي. ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الرابع لفريقه النصر في مرمى فريق التعاون في الوقت بدل الضائع من المباراة، ليرفع رصيده إلى 54 هدفا في صدارة هداف العالم خلال عام 2023، كما عزز رصيده في جدول هداف الدوري السعودي برصيد 20 هدفا. واستطاع كريستيانو رونالدو تجاوز عدد أهداف المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند صاحب 50 هدفا بتسجيله هدفا في مرمى فريق الاتفاق، لينجح الثلاثاء الماضي في تجاوز هاري كين وكيليان مبابي 52 هدفا لكل منهما بتسجيله هدفين في مرمى نادي الاتحاد، لينفرد بصدارة هداف عام 2023. وكان كريستيانو رونالدو قد انضم إلى النصر السعودي قبل عام بالتحديد في صفقة انتقال قياسية وغير مسبوقة، حيث تجاوزت 200 مليون يورو في الموسم، ونجح في تسجيل 34 هدفا خلال عام 2023 بالدوري السعودي، متجاوزا رقم السوري عمر السومة الذي يمتلك 33 هدفا، وخلف المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي يحلق في الصدارة برصيد 35 هدفا في عام واحد.